مساء الفل او صباح الخير على حسب الفيديو بتشوفه امتى. انا معاكم سامح، والنهارده هنتكلم في فيديو جديد عن اسباب الرفض في السفارة الامريكية، وانا لو اترفضت امتى اقدر ادخل السفارة تاني. من فترة احنا عملنا فيديو عن موضوع الرفض، وكان بنقول لو انت اخدت رفض في السفارة الامريكية ما ينفعش تدخل السفارة غير بعد 6 شهور. القرار ده بقاله اكتر من شهر دلوقتي، السفارة ما بقتش بتشتغل بيه. لو انت اترفضت تقدر تدخل السفارة من تاني يوم لو تحب، طبعا على حسب الوقت اللي هتقدر تاخد فيه ميعاد في السفارة تاني. ده اولا. ثانيا، لو انت اخدت رفض في السفارة فانا بقولك حاول تظبط موقفك وتشوف ايه الاسباب اللي انت حاسس ان انت اترفضت علشانها. طبعا في ظلم كتير الفترة الحالية بالنسبة للناس عندها موقف كويس في السفر، عندها سفريات، عندها شركات، عندهم يعني تقريبا ترافل هيستوري دايما احنا بنتكلم عليها، هي مهمة ولكن مش هي الشرط الاساسي، لان سفارة امريكا بتلعب على الحظ والنصيب اولا واخيرا. لو انت دلوقتي حاسس ان انت اتظلمت في السفارة قدم تاني، وفي عندك في الدي اس 160 اللي انت بتعمله في سؤال بيقولك اترفضت قبل كده ولا لا، وانت من حقك تحط اعتراضك في كومنت على سبب الرفض بتاعك لو انت حاسس ان انت عندك سبب مقنع يعني. طبعا الناس عندها مشكلة كبيرة مع السفارة الأمريكية. طبعا هي مش أول ولا آخر رفض هتاخده، فخليك متفائل معانا وخلينا عارفين ان انت تقدر تقدم تاني في أي وقت دلوقتي. الوقت ما بقاش مرتبط ب6 شهور زي زمان. عندنا شوية نصايح عن تجارب الفترات السابقة، ان احنا بنقول يا جماعة حاولوا تجتهدوا شوية في الانترفيو بتاعكم. بمعنى ايه تجتهد شوية؟ بمعنى ان انت دلوقتي لما تكون مجهز الاجابات بتاعتك، او انت اعتمدت على حد عملك الابليكيشن بتاعك، او على حسب هو جهز لك الفايل بتاعك بيقول فيه ايه، حاول على قد ما تقدر ان انت تحفظ وتذاكر وتشتغل على نفسك وتدرب نفسك على الانترفيو. طبعا في حاجة ناس كتير بتتكلم عليها، ان انت بيكون متاخد القرار مسبق قبل ما تدخل السفارة، ان هم واخدين القرار من كام يوم. ناس بتقولك اعمل الدي اس بتاعك او الابليكيشن بتاعك قبليها باسبوع، ب3 ايام على الاقل، اعمله قبليها بشهر. فاحنا بنقولك انا مش بنقلك كلام منقول عن يعني احنا بنقولك اللي بيحصل دايما مع الناس، مش بقولك حاجة مجرد كلام. يعني اعمل الدي اس بتاعك قبليها بساعة، مفيش اي مشكلة خالص. عملته قبليها بيوم، مفيش اي مشكلة خالص. عملته قبليها باسبوع، زي ما تحب. السفارة ما عندهاش وقت ان هي يكون عندها ولنفترض 200 300 انترفيو في اليوم، يفتحوا ال 200 300 ابلكيشن قبلها بيومين 3 او اسبوع او شهر او ايا كان اللي الناس بتجتهد عليه وبتقوله في يعني انا اتنقل لي عن طريق عن طريق الناس بتستفسر يعني. لكن بصراحة انا ما سمعتش حد او ما شفتش حد بيقول كده. كان معظمها ناس بتتنقل اخبار على السوشيال ميديا وبيقول لك لا فلان قال ان اعمل الابليكيشن بتاعك قبليها باسبوع علشان السفارة لما تدخل تشيك عليك يبقى انت داخل السفارة وهم واخدين الاوكي على الموقف بتاعك. طبعا ده كله كلام مفيش فيه اي نوع من انواع الصحة. وخليك عارف دايما ان طول ما انت عندك يقين بالله وعندك ثقة في نفسك في المقابلة، ايا كان القرار اللي الاوفيسر هياخده معاك ايه بالقبول او بالرفض، لازم تبقى انت عندك شوية صبر، ويبقى عندك ان لازم تصبر نفسك علشان انت مفيش حاجة تقدر تعملها يعني. تمام. برضو عن الاحداث الجارية، في ناس برضو بتقولك الاوفيسر اول ما فتح الابليكيشن بتاعي قاعد يعمل حاجات كتير كده على الكمبيوتر ورفضني علشان كذا كذا. ده انت مش عارف هو رفضك علشان ايه. في ناس كتير جدا داخله السفارة وموقفها قد يكون ولا حاجة،
بمعنى ايه ولا حاجة؟ مش بمعنى ولا حاجة ان انت حاجة قليلة، لا خالص، كل الناس زي الفل، ولكن بمعنى ان هو في حد داخل السفارة وهو اصلا ما طلعش من بيتهم، في حد داخل السفارة وهو ما عندوش سفريات، في حد عنده سفريات كويسة جدا ورايح السفارة وبيقول ازاي انا هيرفضوني؟ عادي بيرفضوك عادي جدا، مفيش اي مشكلة خالص. مفيش حاجة في السفارة بتقول لا انت اقوى واحد ولا انت احسن واحد، مفيش حاجة بتقول انت اوحش واحد ولا انت اسوأ موقف، مفيش حاجة بتقول ان انت عندك سفريات كتير فانت احسن واحد هتدخل تاخد قبول، ولا انت الوحيد اللي ما عندكش سفريات فمش هتاخد قبول. طبعا احنا دايما بننصح الناس وبنقول جرب حظك، حظك هو اللي بيلعب دور في الاول وفي الاخر، النصيب. الحظ بيلعب دور كبير جدا. سفارة امريكا من احسن السفارات اللي انت هتدخل تعمل فيها مقابلة او هتاخد التأشيرة بتاعتها علشان اسباب كتير. اولا طبعا لو اتكلمنا عن سفارات تانية او دول تانية، انت بتجهز ورق وتروح تبعت الاوراق دي عن طريق المكاتب المتخصصة اللي هي بتقوم بدور السفارة او بتوصل اوراقك للسفارة. لكن امريكا انت بتاخد باسبورك، بتاخد الابليكيشن بتاعك، بتاخد الكونفirmation بتاع الابوينتمنت بتاعك او الميعاد بتاعك، وبتروح السفارة وبتتوكل على الله اولا واخيرا، ثم بتروح للمقابلة بتاعتك. خلينا نتكلم عن موضوع المقابلة شوية برضو. يعني انا بنصحك عدة نصايح واتكلمت عليها في كذا فيديو قبل كده برضو. بنقول يا جماعة المقابلة سهلة جدا، مفيش داعي ان انت توتر نفسك. لو دخلت في اي صف او لاين او ايا كان اللي انت داخل عليه، ممكن يكون الصف ده كله او الناس اللي واقفة دي كلها بتاخد رفض، وممكن انت تتقبل عادي جدا. التأهيل النفسي للمقابلة مهم جدا. ما ينفعش تبقى داخل المقابلة وانت متوتر. عادي التوتر ده شيء اساسي، ولكن انا بقولك انت مش داخل تحقيق علشان توتر نفسك، ولكن انت لازم تبقى عارف حاجات اساسية ومهمة جدا. طبعا كل واحد ليه موقف محدد. بنقول من البداية ان الشخص ده قد يكون نسبة القبول بتاعته كام في المية، وقد يكون نسبة القبول بتاعته او الرفض بتاعته اكبر من نسبة القبول، ولكن احيانا كتير جدا المعايير بتبقى على خلاف التوقعات، علشان هو ربنا رايد لك ده. يعني هتعترض، ربنا رايد انك تاخد موافقة، ربنا رايد انك تاخد قبول، ربنا كاتب لك ده، وحاجة شئت ام ابيت انت هي هتحصل يعني. تمام. في التجارب بتاعتنا السابقة مع الناس، المشكلة الاساسية اللي بتواجه معظم الناس ان هو بيكون مجهز نفسه كويس جدا، او هو حاسس ان هو مجهز نفسه كويس جدا للمقابلة، ويقول لك ده هما كلمتين هدخل اقولهم وامشي. هما كلمتين هتدخل تقولهم وتمشي، ولكن اعتبر نفسك بتقدم في شركة وعايز ان انت تكون انسان مميز في الشركة دي، او ان انت ازاي هما يقبلوك ويرفضوا غيرك، او هما يقبلوك انت تحديدا. العوامل النفسية بتبقى عليها عامل كبير، ولكن برضو خلينا متفقين، ابليكيشن كويس مترتب كويس، موقفك سفرياتك كويسة، وظيفتك كويسة، دخلك الشهري كويس، كل دي عوامل ولكن مش هي الاساس. ولكن يعني احنا بنقول واحد عنده سفريات كتير انت داخل يا عم ان شاء الله هتتوفى، او مفيش اي سبب من اسباب الرفض على حسب اللي بنشوفه ده متطلبات السفارة موجودة فيك، خلاص تمام انت داخل زي الفل هتتقبل، مفيش اي سبب من اسباب الرفض. ولكن بنتفاجئ، وهو كمان بيبقى متفاجئ جدا ان هو دخل اترفض. ليه اترفض؟ ما حدش يقدر يقول لك سبب واحد لأسباب الرفض، ولكن هي كلها بتكون استنتاجات عن فلان حصل معاه موقف، واحد دخل وقال انا حصل معايا كذا. مش شرط اللي اترفض علشان كذا يبقى انت اترفضت علشان كذا. هي الفكرة كلها ان انت دلوقتي لما بتدخل السفارة، الاوفيسر هو صاحب القرار اللحظي. خلينا نتكلم على نقطة اللحظي بمعنى ان القرار بيبقى في وقتها.
دخلت المقابلة الاوفيسر ده مش عارف انت مين، ولا يعرف اي حاجة عن حياتك، ولا يعرف انت بتشتغل ايه، ولا ما يعرفش اي حاجة عنك اصلا، علشان هو يقول مثلا الراجل ده هنرفضه، الراجل ده هنقبله، لا انا عايز ارفض الناس دي، انا عايز اقبل الناس دي. الموضوع مش كده خالص. الموضوع كله بيبقى مترتب على نصيبك وحظك. كل الناس اللي بتشتغل في الحتة بتاعت امريكا تحديدا، اول حاجة هتسألها له يقول لك دي سفارة الحظ. في ناس بتدخل زوج مع زوجته، والزوجة بيقبلوها ويرفضوا الزوج، والعكس صحيح، وبتحصل كتير جدا. يعني عن تجارب مع عملاء معانا كتير جدا حصل معاهم كده. داخلين سياحة، ناس سفرياتها زي الفل، الدنيا تمام، سافروا كل حتة تقريبا، قبلوا الزوجة ورفضوا الزوج. ليه؟ ما حدش عارف. اي حد بيجتهد على اسباب الرفض، هي مجرد اجتهادات شخصيه، ما حدش عارف ايه اللي بيحصل ورا الشاشه اللي انت قدامك. لان اللي شايفها هو الاوفيسر اللي عمل معاك المقابله، هو مش مقتنع بيك، هو مقتنع بمراتك، هو شايف ان انت تستاهل تسافر او ما تستاهلش. ده ملوش علاقه، انت معاك فلوس، ملوش علاقه، انت احسن واحد وظيفيا، انت راجل صاحب من اصحاب الشركات الكبيره، انت راجل من اللي بيسافروا العالم كله وجيت على امريكا. يعني هم مش عايزيني، خلاص بناقص، انا مش عايز اسافر. خلاص انت حر، ده قرارك، وهم اخدوه برضو. هم حرين وانت حر. طبعا في ظلم، في ظلم كتير جدا. في ناس زي ما بيقولوا الكتاب بيقول ان الراجل ده ما ينفعش يترفض، ولكن هي لعبة حظ. زيها زي اي سفارة، برضو سفارات كتير في اوروبا في الوقت الحالي بترفض ناس كتير بدون اسباب واضحة، وهو عنده شنجن قبل كده وسافر دول اوروبا كتير وعنده سفريات كويسة، هو نفس الملف اللي بيقدمه، نفس وضعه المالي، نفسه الوضع الوظيفي، وبيترفض عادي جدا. سفارة امريكا ناس كتير جدا برضو بتقول وانت داخل خد معاك ورق كتير قد كده. هي في حاجات اساسية بتبقى مطلوبة احيانا، ممكن نقول مثلا واحد كل 5000 ولا 10000 واحد في الشهر مثلا بتقابلنا حالة معاه طلب منه، مثلا لو هو داخل المقابلة بتاعته مسافر بيزنس مثلا، ولنفترض ان هو رايح يحضر مؤتمر، رايح لشركة، احيانا بيطلب منه الانفيتيشن ليتر بتاعته، ودي مهمة جدا معاك وانت داخل السفارة. كونفirmation ليتر الميعاد ده علشان اثبات دخول السفارة. الدي اس كونفirmation ليتر بتاعك ده اللي هو الابليكيشن كله، او كل حاجة تخص حياتك اللي انت اتكلمت عنها في الملف بتاعك، علشان الاوفيسر يقدر ان هو يعرف انت مين ورايح فين وجاي منين وسافرت فين وما سافرتش فين، بتشتغل ايه، دخلك الشهري كام، متجوز ولا لا، اسم مراتك، عندك قرايب بره، ما عندكش قرايب بره، رايح تحضر مؤتمر، رايح ان انت تحضر معرض، رايح تزور شركة، رايح سياحة، رايح ايا كان تعمل ايه. البلان اللي بتعملها برضو في الابليكيشن بتاعك قد تكون مهمة او مش مهمة، برضو في ناس كتير بتسأل عليها. البلان دي مش حاجة اساسية، ولكن احنا بنقول البلان الاساسية بالنسبة للسفارة اللي انت مجهزها وهيتناقش معاك فيها. تحديد الولاية اللي انت مسافر عليها مهم جدا، لازم تبقى عارف انت رايح تعمل ايه في الولاية دي، لازم تبقى عارف انت رايح ايه في المدينة دي. انت كشخص لازم تأهل نفسك وتحفظ وتذاكر وتجتهد على نفسك شوية، معلش اتعب حبة صغيرين علشان لما تاخد رفض تعسفي، او انت اترفضت بالنسبة للسفارة، هم رفضوك وانت مش عارف الاسباب الاساسية، على الاقل نفسيا ان انت تبقى مطمن ان انت عملت اللي عليك وربنا مش رايد السفرية دي وما اتكتبتش من نصيبك وخلاص. مش اول ولا اخر مرة هنقدم، قدم براحتك في اي وقت تاني. شايف ان موقفك كويس، ادخل السفارة تاني يوم الصبح لو عايز، ادخل السفارة بعد اسبوع لو عايز، ادخل السفارة بعد شهر لو تحب. موضوع ال6 شهور اتلغى، ده كان موضوعنا الاساسي، ولكن احنا بنحب ان احنا ندي لك مجمل احداث حصلت على الفترات اللي فاتت. وانا ما عملتش فيديوهات كتير، بقالي فترة ما عملتش فيديوهات معاكم. عندك اي سؤال حطه في الكومنت على الفيديو ده وانا هرد عليك بكل التفاصيل. اتمنى ان انت تستفيد اي حاجة مهمة بالنسبة ليك. خلي املك في ربنا كبير، ثم اجتهد على نفسك واشتغل على نفسك.
مرن نفسك، ادخل اعمل فيديو، صور نفسك، ادخل اتكلم مع جوجل، اتكلم مع صاحبك، اتكلم مع مراتك، اتكلم مع بنتك، خلي حد يدربك، خلي حد يسألك، خلي حد يسألك وانت تجاوب. صور نفسك فيديو، اسأل نفسك وجاوب، شوف نفسك قدام الكاميرا، انت هتبقى قدام الشخص ده هتبقى بتتكلم ازاي. ممكن تكون مجهز نفسك كويس جدا وتدخل الانترفيو تنسى كل حاجة، ولكن ربنا رايد ان انت تاخد القبول. هتلاقي الموضوع سهل جدا. صباح الخير، مسافر امريكا ليه؟ هتلاقي هو سؤال واحد والدنيا ماشية. هتقول طب ما الموضوع سهل اهو، طب ما الناس دي ما عملتش حاجة. الفكرة مش فكرة الناس دي عملت او ما عملتش، الفكرة ان انت ليك نصيب ورزق في حاجة هتشوفها وهتاخدها غصب عن اي حد. الموضوع مش بيبقى ان احنا داخلين حرب ولا احنا داخلين خناقة ومين هيكسب التاني او مين هيغلب التاني. يا ترى الراجل ده عمل او ما عملش، يا ترى الراجل ده اجتهد او ما اجتهدش، يا ترى انا دخلت بقى انا اللي احسن واحد. مش شرط خالص. تجارب كتير جدا عدى علينا الاف الحالات، كل واحد ليه موقف مختلف، كل واحد ليه شكل معين، كل واحد ليه طريقة، كل واحد ليه اسلوب في الكلام. في واحد يقدر يتكلم ويقنع، وفي واحد ما يقدرش، وفي واحد بيدخل ينسى، وفي واحد بيدخل يتكلم مع الناس مش فاكر اسم الولاية ولا اسم المدينة، ولا فاكر هو عارف رايح يعمل، ولا عارف هو رايح يعمل ايه، ولا فاكر اي حاجة من اللي هيقولها في الانترفيو، وتلاقيها بتتسهل معاه. والعكس صحيح، بيبقى فاهم وعارف كل حاجة وبيترفض. الفكرة ان انت لازم لما تدخل السفارة لازم تجاوب على الاقل الاجابات الاساسية، وتبقى عارف انت مكتوب لك دخلك الشهري كام، وتبقى عارف انت وظيفتك ايه، ولازم تبقى عارف المدينة، مهم جدا تبقى عارف انت رايح تعمل ايه. اتمنى ان الفيديو يكون موفق ومفيد للناس اللي هتشوفه، وان شاء الله تابعوني في فيديوهات تانية قريبا ان شاء الله. سامحونا لو احنا مش بنعمل فيديوهات كتير ونتابع معاكم في كل المستجدات، ولكن احنا ان شاء الله معاكم باستمرار. ابعت لي مسج او ابعت لي او اعمل كومنت على الفيديو ده وهرد عليك، اتابع معاك في الرد بتاعي عليك على حسب استفسارك ايه. كنت معاكم النهاردة في حلقة بسيطة وبنتكلم عن احداث السفارة الامريكية، وشكرا لكم. ما تنساش تتابعنا على القناة بتاعتنا، تعمل سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك عليه وتدعمنا بالشير لو عايز تعمل اي ريكومندد لاي حد ان هو يشوف الفيديوهات بتاعتنا. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله في حلقات تانية جاية قريب باذن الله.